بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. فالشيخ ركن دماغه على الباب وبيقول انا لما ركنت دماغي على الباب شويه روحي سرحت، يعني زي ما بتقول جات له هفوه كده الروح. وكان في الوقت ده روحي سرحت، يعني دخلت جوه على سيدنا الحسين، يعني زي ما يكون شاف نفسه داخل على سيدنا الحسين. فلما روحي داخله على سيدنا الحسين فلقيت سيدي احمد الرفاعي واقف قبل الباب بشويه كده وقال لي ما تدخلش سيدنا الحسين. قلت له ليه يا مولانا؟ انا جاي مخصوص من السودان عشان ازور سيدنا الحسين. قال لي برضه ما تدخلش. انا فالشيخ بيقول انا غلباوي شويه، قلت له انا مش جاي ازور، انا جاي ازور سيدي ابراهيم، ما انا جاي وانا مش جاي لك انت، انا جاي ازور سيدي ابراهيم جوه سيدنا الحسين يعني. قال لي سيدي ابراهيم قال لي ما تدخلوش. الله الله الله، الموضوع كبر كده. قال له لا ده سيدي ابراهيم دسوقي نفسه، هو بيقول له انا جاي ازور سيدي ابراهيم جوه سيدنا الحسين، مش جاي ازورك انت. قال له لا انت ايه، سيدي ابراهيم نفسه قال لي ما تدخلوش. بقول انا ببص كده، بصيت لقيت سيدي ابراهيم الدسوقي جوه بيعمل كده، يعني لا ما تدخلوش. قلت له يعني سيدي ابراهيم كمان الشيخ بيستنجد بيه، لا سيدي ابراهيم بيقول لسيدي احمد الرفاعي ما تدخلوش. الشيخ زايد بقى يعني شد بقى شويه، بيقول الله عاوزين ايه، مش عايزين ندخل خالص ولا ايه؟ قال لي الراجل سيدي احمد الرفاعي بقى قال لي الراجل اللي انت قريت عليه الفاتحه ومنعته، انت لسه ومنعته من الحضره، انت لسه زعلان منه، واحنا مشينا كلامك، لكن انت لسه زعلان منه برضه. تدخل سيدنا الحسين جوه تشتكيه تاني وتكركبها عليه تاني، كفايه عليه كده. شفت بقى، هم مش عايزين يدخلوه وهو زعلان، يعني هو لسه زعلان شويه من مين؟ من الراجل اللي هو كان قال له اقرا ولا 100 فتحه مش هيهمني وبتاع. فقال له انت لما قريت الفاتحه احنا فعلا مشينا كلامك وايه ومش هندخله اي حضر، لا وحتى لو دخل ما يبقى مش هيطلع ولا بمدد ولا اي حاجه، لكن انت برضه لسه زعلان، هتدخل سيدنا الحسين تشتكيه تاني وتكركبها عليه، ما ينفعش. شفت بقى الجمال؟ يعني ان انت ما تخش سيدنا الحسين وانت زعلان من حد، ده مش للشيخ بس، ده لينا كلنا، كل المريدين، ان ما حدش يخش سيدنا الحسين وهو زعلان من حد خالص او في قلبه ضغينه من حد. حتى الشيخ قال بيت قصيده بيقول الكلام ده، يعني الا بقليل من دماء الحجامه، يعني لا يعني الحجامه دي مفيده، يعني لو عوزت تضر واحد دور على حاجه تفيده جوه سيدنا الحسين، لكن سيدنا الحسين عشان رحمه صرف مفيش داعي ان انت تخش وانت زعلان من حد ابدا. لدرجه سيدي احمد الرفاعي اهو وقف الشيخ محمد عثمان عشان ما يخش سيدنا الحسين وهو زعلان من الراجل، وقال له احنا مشينا كلامك ومنعناه من الحضارات، شيل الزعل بقى اللي جواك ده وخش. الشيخ بيقول فهم اهل رحمه، عايز تدخل الشيخ بيقول بيقول سيدي احمد الرفاعي بيقول له عايز تدخل، سيدي احمد الرفاعي بيقول للشيخ اقرا معايا الفاتحه انك ما تشتكيش وانت اثناء الزياره الراجل لسيدنا الحسين. شلت معاه الفاتحه وانبسطت. الشيخ بيقول يعني انا قريت مع الفاتحه ان انا هشيل الزعل ده مني ومش هشتكي جوه عند سيدنا الحسين. وبعدين قلت له يا سيدي احمد الرفاعي ما دمت انت وسيدي ابراهيم اخوات، انا ليا طلب عند سيدي ابراهيم الدسوقي ومش عايز يديهوني. قالوا لما انتوا الاثنين بقى اخوات ومفيش فرق بينكم وانت جاي بتقول لي كده، انا بقى بستغل الموقف ده وبقول لك ليا طلب عند سيدي ابراهيم وهو مش راضي يديهوني. قال له انت ليك طلب عند سيدي ابراهيم ومش راضي يديهولك؟ مش ممكن. قال له ايوه في طلب انا ليا عنده ومش راضي يديهوني. قال له طيب عشان ننفذ لك الطلب ده روح ارشد
يعني من غير ما يقول بقى الطلب، هو عارفه طبعا. قال له روح ارشد، ادي 10 جداد الطريق. قال له التمن، المهر بتاع الطلب اللي انت طالبه ده من سيدي ابراهيم اللي انا هنفذه لك، ادي 10 الطريقة جداد، 10 جداد، وانا امشي لك طلبك. قلت له انا اديت زمان كتير، انا اديت ناس كتير جدا في السودان واديت في مصر هنا. قالوا اللي اديتهم زمان احنا اديناك حقه، يعني خدت مدده. اما الحاجة الجديدة دي فدي عشان نمشي بيها ايه، اللي انت طالبه، واحنا نديلك طلبك. الشيخ بيقول دي فايدة الارشاد. شوف الاقطاب الاربعة بيحبوا جدا ان انت تهدي واحد للتصوف، تهدي واحد للطريق، تعلمه. يعني شوف سيدي احمد الرفاعي بيقول له ادي 10 في طريقة سيدي ابراهيم. شوف هما بيحبوا بعض قد ايه وبيخافوا على بعض قد ايه. واحنا برضو المفروض ان احنا نبحث عن اي واحد ما بيصليش نقول له صلي، واحد ما بيصلي بس ما بيذكرش ربنا نقول له اذكر ربنا، واحد ما بيصليش على النبي نخليه يصلي على النبي، نعلمه الاوراد، نعلمه الاوراد الضرورية هي الاساس، والفواتح والمراقبة. الشيخ قال كده دي اسمها الاوراد الضرورية، يعني لابد تعمله. لو وراك ايه لابد تعمل الاساس بتاع الصبح، الاساس بتاع العصر، الفواتح بتاعت الصبح، الفواتح بتاعت العصر، والمراقبة بين المغرب والعشاء او في اي وقت. والى ان نلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله.
واحنا مشينا كلامك، لكن انت لسه زعلان منه برضه. تدخل سيدنا الحسين جوه تشتكيه تاني وتكركبها عليه تاني؟ كفاية عليه كده. شفت بقى، هم مش عايزين يدخلوه وهو زعلان. يعني هو لسه زعلان شوية من مين؟ من الراجل اللي هو كان قال له اقرا ولا 100 فتحة مش هيهمني وبتاع. فقال له انت لما قريت الفاتحة احنا فعلا مشينا كلامك وايه ومش هندخله اي حضر. لا، وحتى لو دخل ما يبقى مش هيطلع ولا بمدد ولا اي حاجة. لكن انت برضو لسه زعلان، هتدخل سيدنا الحسين تشتكيه تاني وتكركبها عليه؟ ما ينفعش. شفت بقى الجمال؟ يعني ان انت ما تخش سيدنا الحسين وانت زعلان من حد. ده مش للشيخ بس، ده لينا كلنا، كل المريدين، ان ما حدش يخش سيدنا الحسين وهو زعلان من حد خالص او في قلبه ضغينة من حد. حتى الشيخ قال بيت قصيدة بيقول الكلام ده، يعني الا بقليل من دماء الحجامة. يعني لا، يعني الحجامة دي مفيدة، يعني لو عوزت تضر واحد دور على حاجة تفيده جوه سيدنا الحسين. لكن سيدنا الحسين عشان رحمة صرف، مفيش داعي ان انت تخش وانت زعلان من حد ابدا. لدرجة سيدي احمد رفاعي اهو وقف الشيخ محمد عثمان عشان ما يخش سيدنا الحسين وهو زعلان من الراجل، وقال له احنا مشينا كلامك ومنعناه من الحضارات، شيل الزعل بقى اللي جواك ده وخش. الشيخ بيقول فهم اهل رحمة. عايز تدخل الشيخ بيقول بيقول سيدي احمد رفاعي بيقول له عايز تدخل. سيدي احمد رفاعي بيقول للشيخ اقرا معايا الفاتحة انك ما تشتكيش وانت اثناء الزيارة الراجل لسيدنا الحسين. شلت معاه الفاتحة وانبسطت. الشيخ بيقول يعني انا قريت مع الفاتحة ان انا هشيل الزعل ده مني وما هو مش هشتكي جوه عند سيدنا الحسين. وبعدين قلت له يا سيدي احمد رفاعي، ما دمت انت وسيدي ابراهيم اخوات، انا ليا طلب عند سيدي ابراهيم الدسوقي ومش عايز يديهوني. قالوا لما انتوا الاثنين بقى اخوات ومفيش فرق بينكم وانت جاي بتقول لي كده، انا بقى بستغل الموقف ده وبقول لك ليا طلب عند سيدي ابراهيم وهو مش راضي يديهوني. قال له انت ليك طلب عند سيدي ابراهيم ومش راضي يديهولك؟ مش ممكن. قال له ايوه في طلب انا ليا عنده ومش راضي يديهوني. قال له طيب عشان ننفذ لك الطلب ده روح ارشد، يعني من غير ما يقول بقى الطلب هو عارفه طبعا. قال له روح ارشد ادي 10 جداد الطريق. قال له الثمن، المهر بتاع الطلب اللي انت طالبه ده من سيدي ابراهيم اللي انا هنفذه لك، ادي 10 الطريقة جداد، 10 جداد، وانا امشي لك طلبك. قلت له انا اديت زمان كتير، انا اديت ناس كتير جدا في السودان واديت في مصر هنا. قالوا اللي اديتهم زمان احنا اديناك حقه، يعني خدت مدده. اما الحاجة الجديدة دي فدي عشان نمشي بيها ايه اللي انت طالبه واحنا نديلك طلبك. الشيخ بيقول دي فايدة الارشاد. شوف الاقطاب الاربعة بيحبوا جدا ان انت تهدي واحد للتصوف، تهدي واحد للطريق، تعلمه. يعني شوف سيدي احمد الرفاعي بيقول له ادي 10 في طريقة سيدي ابراهيم. شوف هما بيحبوا بعض قد ايه وبيخافوا على بعض قد ايه. واحنا برضو المفروض ان احنا نبحث عن اي واحد ما بيصليش نقول له صلي، واحد ما بيصلي بس ما بيذكرش ربنا نقول له اذكر ربنا، واحد ما بيصليش على النبي نخليه يصلي على النبي، نعلمه الاوراد، نعلمه الاوراد الضرورية هي الاساس، والفواتح والمراقبة. الشيخ قال كده دي اسمها الاوراد الضرورية، يعني لابد تعمله. لو وراك ايه لابد تعمل الاساس بتاع الصبح، الاساس بتاع العصر، الفواتح بتاعت الصبح، الفواتح بتاعت العصر، والمراقبة بين المغرب والعشاء او في اي وقت. والى ان نلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. فالشيخ ركن دماغه على الباب وبيقول انا لما ركنت دماغي على الباب شويه روحي سرحت، يعني زي ما بتقول جات له هفوه كده الروح. وكان في الوقت ده روحي سرحت، يعني دخلت جوه على سيدنا الحسين، يعني زي ما يكون شاف نفسه داخل على سيدنا الحسين. فلما روحي داخله على سيدنا الحسين فلقيت سيدي احمد الرفاعي واقف قبل الباب بشويه كده وقال لي ما تدخلش سيدنا الحسين. قلت له ليه يا مولانا؟ انا جاي مخصوص من السودان عشان ازور سيدنا الحسين. قال لي برضه ما تدخلش. انا فالشيخ بيقول انا غلباوي شويه، قلت له انا مش جاي ازور، انا جاي ازور سيدي ابراهيم، ما انا جاي وانا مش جاي لك انت، انا جاي ازور سيدي ابراهيم جوه سيدنا الحسين يعني. قال لي سيدي ابراهيم قال لي ما تدخلوش. الله الله الله، الموضوع كبر كده. قال له لا ده سيدي ابراهيم دسوقي نفسه، هو بيقول له انا جاي ازور سيدي ابراهيم جوه سيدنا الحسين مش جاي ازورك انت. قال له لا انت ايه، سيدي ابراهيم نفسه قال لي ما تدخلوش. بقول انا ببص كده، بصيت لقيت سيدي ابراهيم الدسوقي جوه بيعمل كده، يعني لا لا ما تدخلوش. قلت له يعني سيدي ابراهيم كمان الشيخ بيستنجد بيه، لا سيدي ابراهيم بيقول لسيدي احمد الرفاعي ما تدخلوش. الشيخ زايد بقى يعني شد بقى شويه، بيقول الله عاوزين ايه، مش عايزين ندخل خالص ولا ايه؟ قال لي الراجل سيدي احمد الرفاعي بقى قال لي الراجل اللي انت قريت عليه الفاتحه ومنعته، انت لسه ومنعته من الحضره، انت لسه زعلان منه.